الحالات التحكيمية في ماتش الأهلي والزمالك. أول حالة في الدقيقة 2 تدخل الجزيري على أحمد رضا والجزيري ما خدش فيها إنذار. تاني حالة في الدقيقة 5 لمسة إيد متعمدة على محمد شحات والمفروض إنذار واللاعب ما خدش إنذار. تالت حالة الدقيقة 11 تدخل صلاح مصدق أعلى إمام عاشور واللاعب ما خدش فيها إنذار. رابع حالة في الدقيقة 13 دخول بنتايج على أكرم توفيق، تدخل عنيف زي الصورة ما مبينة واللاعب ما خدش إنذار. خامس حالة الدقيقة 15 تدخل الشحات على محمد شحاتة والمفروض إنذار للشحات. سادس حالة الدقيقة 33 تدخل حسام عبد المجيد على رجل إمام عاشور وسايب الكرة أصلا واللاعب ما خدش إنذار. سابع حالة الدقيقة 35 تدخل دونجا على أحمد رضا واللاعب أخد فيها إنذار. تامن حالة الدقيقة 49 إنذار غير مستحق لجراديشار لأن ملمس وش اللاعب زي الصورة ما مبينة. تاسع حالة في الدقيقة 53 تدخل الجزيري على رجل كوكا وسايب الكرة واللاعب ما خدش فيها إنذار. عاشر حالة في الدقيقة 57 تدخل أكرم توفيق على بنتايج ولعب الكرة قبل ما يلتحم مع بنتايج وبالتالي مفيش ضربة جزاء. الحالة ال 11 الدقيقة 73 تدخل شحاتة المتعمد على كوكا واللاعب ما خدش إنذار. يعني أول حالة إنذار ما خدوش وادي إنذار كمان أهو، يعني كان هيبقى طرد لمحمد شحاتة. الحالة ال 12 الدقيقة 79 فاول على بن شرقي من كورة ما فيهاش أي حاجة زي ما هي باينة في الصورة وتعطيل هجمة للنادي الأهلي. الحالة ال 13 الدقيقة 86 دخول عبد الله السعيد على أحمد رضا واللاعب ما خدش فيها إنذار.